كتير من المرضى بيجوا العيادة بيشتكوا من آلام غريبة، صداع مزمن، قولون عصبي، شد مستمر في الرقبة. بس ورا الشكوى دي بيكون في دايما قصة زي قصة صديقنا كان مهندس ناجح جدا، لكن كان دايما عنده مشكلة أساسية واحدة، مش بيعرف يفصل ودماغه دايما شغالة. هو مش خايف من حاجة معينة، هو خايف من كل حاجة في كل وقت، وده اللي بيحول القلق من مجرد إحساس إلى نظام تشغيل كامل. لما عملنا التقييم اكتشفنا إن صديقنا عنده اضطراب القلق العام، وده عبارة عن خلل في آلية تنظيم الخطر في المخ. علمياً الموضوع بيبدأ من منطقة اسمها اللوزة الدماغية أو الأميجدلا في المخ. المنطقة دي مسؤولة عن رصد الخطر، وفي اضطراب القلق العام الجرس ده بيعلق على وضع التشغيل المستمر. اللي بيثبت المشكلة إن القشرة المخية الجبهية أو البريفرونتال كورتكس بتفقد قدرتها على تهدئة اللوزة الدماغية، فالمخ يفضل يفسر أي إحساس بسيط وكأنه تهديد. نتيجة كده الجسم بيدخل في حالة بنسميها فرط الاستثارة العصبية، يعني نوم متقطع وخفقان وصعوبة في التركيز وشد عضلي مزمن. ومع الوقت الضغط ده بينتقل إلى الجهاز الهضمي عن طريق الفيجاس نيرف أو العصب الحائر، وده اللي بيعمل قولون عصبي وغثيان وانتفاخ حتى من غير أكل مثير للجهاز الهضمي. طيب بنعالج الحكاية دي إزاي؟ إحنا بنشتغل على محورين أساسيين. واحد، تنظيم كيميائي المخ. بنستخدم أدوية آمنة ومعروفة بتعيد تنظيم دوائر القلق في المخ وترفع كفاءة النواقل العصبية المسؤولة عن التهدئة. الأدوية دي مش مهدئات ومش بتسبب اعتمادية، هي ببساطة بتساعد المخ يقرأ الإشارات بشكل طبيعي تاني. 2، العلاج السلوكي المعرفي أو CBT. هنا بنشتغل على تصحيح توقعات الخطر وفك ارتباط القلق بالأعراض الجسدية وبناء مهارات تهدئة فورية زي تمارين التقريض وتنظيم التنفس وإعادة الهيكلة المعرفية. ومع الوقت توازن العلاقة بين الأميجدلا والبريفرونتال كورتكس بيرجع تاني، وبدأ صديقنا يحس لأول مرة إن دماغه مش في حالة طوارئ. المرونة النفسية مش إنك ما تخافش، المرونة هي إنك تتعلم تطفي الإنذار الكاذب اللي جواك. لو أنت عايش قصة زي قصة صديقنا، في حلول علمية آمنة ومتكاملة.